يعني انا موقف لابو تريكه الصراحه عمري ما انساه ابدا. قعدت الليله كامله، ليله كامله هشوف الدخله اللي ممكن ادخلها لابو تريكه عامله ازاي، ليله كامله. هقول له ايه؟ مفيش فلوس، مفيش سبونسر، كان في ازمات ماليه كبيره جدا، مفيش دوري اصلا، نلعب في افريقيا بس مفيش دوري اصلا، وفي نفس الوقت احنا مكملين في افريقيا فمحتاجينه معانا، محتاجين كل اللعيبه يعني. فعمال اقول احضر نفسي الدخله اللي هقولها لابو تريكه ايه. لازم تقف مع النادي، ولازم النادي انت دلوقتي سيد عبد الحفيظ بتدور على دخله. ايوه طبعا. وده مهم انت كمان تقرا الناس اللي جايه لك يعني. يعني في حد تكلمه بلغه الارقام، وفي حد تكلمه بلغه يعني عاطفيه انسانيه يعني. فانا حاطط العقود جنبي كده على المكتب، والله ده حصل بالظبط يعني. وبكلمه وبقول له بص يا ابو تريكه، يعني طبعا في ناس في الفرقه وبنتكلم معاه شويه والناس هتلاقيه التقيله خد العقد ومضى على طول. راح واخد العقود ماضيها وقال لي اتكلم بقى في الامور الماليه. بالظبط. تمام. كان داخل بعديه وائل جمعه، وكان داخل بيه بعديه بركات وسيد معوض والشيخ عبد الفضيل، الاسماء اللي انا كنت افتكرها يعني. النماذج دي هل بقت موجوده دلوقتي؟ النماذج دي هل دي موجوده دلوقتي بنفس النسبه؟ لا. ممكن في نماذج تبقى مقبوله. ايوه تمام. لكن بنفس النسبه اللي كان فيها الناحيه الثانيه لا.